وإن هذه لنعمة عظيمة أن يوفق العبد في القيام بأداء الواجبات وصدره منشرح يرجو من الله الثواب ويخشى من الله جل وعلا عدم القبول، فإن هذه صفات أهل الإيمان الذين يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا، راغبين راهبين، راغبين فيما عنده راهبين مما عنده، يرجون رحمته جل وعلا ويخشون عذابه. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم سائر إخواننا المسلمين صالح أعمالنا ويتجاوز لنا ولكم ولهم عن سيئها. وإن من أعظم النعم التي بشرنا بها في عيد الفطر زوال معهد من معاهد الشرك ومعلم من معالم الشرك، ألا وهو ضريح من يسمى بعبد السلام الأسمر في ليبيا، الذي عظمت الفتنة به وعبد من دون الله تبارك وتعالى، وقصده أهل شمال إفريقيا وبلاد المغرب في الذهاب والمجيء. فنحمد الله جل وعلا ونهنئ إخواننا أهل ليبيا خاصة، وإن كانت تهنئة لكل موحد ذاق طعم التوحيد وعرف ضرر الشرك وخطورة الشرك، لكن أهل ليبيا بالذات لأنه موجود في بلدهم وقد أكثروا من الكلام علينا فيه والسؤال عنه، وهو أمر ينبغي أن يكثر من السؤال عنه والكلام عليه، إذ الأمر أمر توحيد وشرك، فإذا لم يكثر الكلام في التوحيد والأمر به والإخلاص فيه وموالاة أهله والتحذير من الشرك والتنفير عنه ومعاداة أهله، ففيما يكثر الكلام. فهذا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكث لأجلها 13 سنة بمكة، لم ينزل عليه من الفرائض إلا الصلاة، وبقية الفرائض والشرائع إنما شرعت في المدينة، فكانت دعوته بمكة كلها إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فالحمد لله جل وعلا الذي وفق وأعان لإزالته، وهذا أمر يفرح به كل موحد ويحزن لبقائه كل موحد، ولا يحزن على ذهابه إلا أحلاس القبور وعباد القبور والصوفية ومن لف لفهم، صوفية القبورية ومن لف لفهم هم الذين يحزنون على ذهاب معالم الشرك. وقد سمعنا نصرة النصارى له أيضا، سمعنا ذلك في بلاد الغرب، سمعته أنا بنفسي ما أخبرني به أحد في إذاعة مونت كارلو، فإنهم وقفوا مع الصوفية، مما يدلك على أن هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه قد سبق، حينما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكان هذا نهيه عليه الصلاة والسلام، وخالفه عباد القبور المتعلقون بها من الصوفية وأضرابهم وأمثالهم من كان على منوالهم. ولهذا نصرهم النصارى، لأن البناء على القبور إنما هو من دينهم وشرعهم، فلذلك يتعاطفون معهم ويطعنون في أهل التوحيد والإسلام والإيمان بأنهم المتشددون وأنهم الغلاة وأنهم الوهابية، وأتارى يقولون عنهم إنهم التكفيريون، وقل من هذه الألقاب التي يلقبون بها أهل الإسلام والتوحيد قل ما شئت، لكن أهل الإيمان والتوحيد ولله الحمد بزوال معاهد الشرك ومعالم الشرك، ومن قدر على إزالة مثل ذلك
فلا يجوز له أن يؤخر بالشروط التي ذكرها أئمة الإسلام وأئمة أهل العلم. فالحمد لله على توفيقه، والحمد لله على ما من به سبحانه وتعالى، ونرجو الله جل وعلا الذي وفق لإزالته وإزالة ما شابهه من الأضرحة في بلاد ليبيا ألا يقيم لها قائمة، وأن يعلي التوحيد وأهله، وأن يظهر كلمتهم، وأن يوحد صفهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يرزقنا وإياهم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع ما نأتي ونذر، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله يبارك.